في 1960 خالد غيتولد في مدينة الناظور ديك الوقيته كان فيها الرواج، وكانوا الناس كيتقداو من المغرب كامل لان السلعه كانت تدخل في اسبانيا. الاب ديال خالد كانت عنده واحد الصافيط كبيره، وكان تيحاول انه ياخذ السلعه مثلا بحال السلعات القديمه، ثلاجه، ماكينه الصابون، ناموسيه، وكيدخلها لمدينه الناظور وكيدير التجاره. خالد كان هو اخر العنقود في العائله، كان عنده اخ ديالو كبير واخت كذلك، وما كانش كيحس باللي ان الاب ديالو ناقصهم من شي حاجه. ديك المرحله كان كيجيب لهم الشوكولات، الفرماج، اي حاجه داخله من اسبانيا خالد هو الاول كيذوق منها. بدا تيكبر خالد وبدا كيعرف الحرفه ديال باه كيشري الحاجه القديمه وكيبيع. وهنا واحد النهاريات كيدخل للدار خالد وطلق ودنيه، باه معصب وكيهضر مع عمو، وكيفهم خالد باللي ان الاب ديالو الدرك الملكي والديوانه حجات له على الصطافيط والسلع اللي فيها، والاب ما لقاش الحل وكيقول له كي غادي نوكل هاد الوليدات، انا ما عندي لا فلوس لا والو، وانا دابا حاليا الدار عاد حاولت نشريها. وبدا كيحاول انه يسمع خالد الخطاب ديال باه دخل في واحد المرحله ديال الاكتئاب خطيره، لانه ما كيعرفش يمشي يخدم عند الناس. الا ما مشاش دار شي حاجه ديالو ما كيقدش انه يمشي يخدم عند شي واحد. مده ديال 4 شهور اتفقوا الخوت ديال باين خالد باللي انه غيسلفوه واحد البركه ديال الفلوس ويدير تاق بقالت. عندهم واحد المحل ديجا كان عند الاب ديالو كان غمسدود، واتفقوا خوتو باللي انهم يعطيوه واحد البركه يحل ويبدا التجاره ديالو تمايا. وداك المحل راه زين وفيه الكليان ويجي في الشارع. داكشي اللي دار الاب، دخل التجاره، لكن العقل ديالو ما بقاش لان كان عوال على ديك الطوموبيله ديالو وكان كيتسارى بزاف. حتى لواحد الوقيته الاب ديال خالد غادي يخرج خوه الكبير من المدرسه وغادي يدخلوا معاه للمحل وغيبقاو خدامين. الامور بدات كتيسر، الكليان بداو تيجيو، والاخ ديال خالد الكبير ولا كيروج المحل لانه مازال جون كيدير الزريعه كاوكاو، الرايب. المهم داك المحل مروج. خالد بدا كيشوف الاخ ديالو الكبير كيضرب تماره بوحدو، وباه دخل في مرحله ديال الاكتئاب وما بقاش كيمشي بزاف. هو خرج من المدرسه في العمر ديال 15 عام ودخل معاه في المحل. بداو كيروجوا المحل، الامور الحمد لله ميسره. الاخر كيجي من 8 ل2 والاخر من 2 حتى 12 الليل. نهار على نهار تزوج الاخ الكبير ديال خالد، كذلك الاخت تبعته، ولكن في نفس العام ديال الاخت اللي غتزوج غيموت الاب ديال خالد. وهنا الام غتبقى تحكر بزاف، وقما تلقى خالد تقول له ودي راه خصك تزوج. اما انا راه في عمر ديال 18 عام. لا ولدي، ها هو خوك في عمر ديال 17 عام تزوج، علاش ما تزوجش نتايا؟ للذكر ان خالد كان انسان وسيم وكان متقي الله، ما كانش عنده علاقات مع البنات، واصلا بالنسبه ليه البنات والعيالات هما عباره عن كليان بحالهم بحال الرجال، كيدخلوا كيتقداو كيمشيو بحالاتهم. السيد كان اصلا كيمشي للجامع بزاف، كيحاول انه يعمر راسو بالكره مع الدراري وما كانش معمر راسو بالعيالات. الام كتحكر كل نهار. وهنا خالد غتدخل واحد الكليانه ويبقى يحنزز فيها. هي اصلا كليانه قديمه، لكن عاد ولا تيشوف فيها الشوفه ديال انها تقد تكون الزوجه ديالو. ومشى عند الام ديالو قالها لا، قال شوفي فلانه بنت فلانه راني بغيت نتزوج بها، الا كان ممكن سيري سوليها. وللذكر ان خالد كان وسيم وكان انسان لين وطيب. مشات الام هي وصاحبتها عند ديك السيده على اساس انهم يبروبوزيو الزواج لبنتهم لخالد. السيده عطاتهم الصواب، درت لهم اتاي، غوتات البنت ديالها، جلسات، قالت لها سكينه اجي. جلسات سكينه بدات كتشوف فيها، واحد الساعه هي تنطق الام خالد قالت لها شوفي انا راه الولد ديالي راه بغاك الزواج، وهاد التصويره ديالو. وراتها التصويره عرفات شكون، بدات كتشوف فيها وقالت لها امضره شنو؟ قالت لها باش ما نكذبش عليك خالتي ما قابلاش نتزوج ولدك ظريف وهذه، ولكن انا ما قابلاش. قالت لها بنتي ما قلتي عيب، الله يعاونكم. مشات عند خالد قالتها له. خالد قال لها صافي ماشي مشكل، السيده ما بغاتنيش ماشي مشكل، انا اصلا عجبتني، ما كان بغيها ما كتبغيني. كتجي البنت كتقدا. المهم خالد ديك المرحله نسى باللي انه باغي يخطبها، واصلا ما كيهضرش معاها وما كيحاولش انه يبين لها باللي انه اصلا باغيها. السيده كتجي كتقدا الله يعاون اختي، وكذلك هي. صافي خالد نسى الموضوع. ضربات واحد الشهرين وهي تخلي المحل تيخوى، بقات واقفه تمايا
يقول اش بغيتي، تقول له ماشي مشكل غنقضي معاهم. سالاو الكليان مشاو بحالاتهم، وهي تقول له خالد وما ديرش مني قلت الصواب، بالعكس راه ما كاينش شي بنت الناس ما تتمناكش، انت انسان طيب وزوين ووسيم، ولكن انا علاش ما بغيتش نقبلك، لحقاش عندي مشكل. شاف فيها قال لها اين مشكل؟ قالت له المهم الا بغيتي نعاود لك هذا المشكل هذا ولكن يبقى بيناتنا، خليك تتسالي الخدمه ونتلاقاو مع السته العشيه في الجرده ونعاود لك على كل شيء. خالد قال لها صافي، السته ديال العشيه نتلاقاو في الجرده. داكشي اللي كان صار الخدمه ديالو، مشى مع الجوج للدار، طرف تغدى نعس شويه، جات السته ديال العشيه ومشى للجرده، تلاقى ديك البنت سكينه، سلم عليها كل احترام وبدات كتعاود له القصه ديالها. قالت له اخويا باش نجيك للصراحه، انا واحد الانسانه اللي كنحلم نزوج، وخصوصا من جيتيني نتايا راه بحال شي انسان اللي غادي نقدم بزاف ديال الحاجات. ولكن انا ما نكذبش عليك خالد، انا واحد النهاريات كنت غادا بالبيكالا ديال الاخ ديالي الكبير وطحت ووقع لي واحد المشكل وما بقيتش بنت عاديه. ملي مشيت للدار لقيت الدم في الحوايج ديالي وعرفت باللي ان داك الغلط اللي درت ديال البيكالا وزلقت وطحت هو المشكل. قال له وشنو؟ قلت له هادشي اللي كاين، داكشي علاش ما بغيتش نقبلك، وفي نفس الوقت ما بغيتش انني ندخل معاك في احراج، وعافاك هاد السر يبقى بيناتنا، وانا راه بغيت نشرح لك شنو كاين باش ما تقلقش مني وتقول انني ما راضياش بك. قال له وصافي. خالد من تفارق هو وياها عجبو هاد لو جيست اللي درت هاد السيده هادي، جات صارحاتو باش ما يوقعش هو وياها في مشكل من غادي يتزوجوا. مشى للدار ديك الليله ما بغاش يجي الناس، كيقول السيده مسكينه اصلا ما درتهاش بيديها، طاحت بالبيكالا وقع داك المشكل، علاش اصلا ما نقبلشهاش؟ السيده ظريفه وزوينه والبيبه، علاش ما نتزوجش بها؟ وعقل كيقول له لا، راه تقد تكون كتكذب عليك، وتقد تكون اصلا عندها شي علاقه مع شي واحد وقعت معاه في الغلط وبغات اصلا تستر راسها، وفي نفس الوقت بغات دير لك هاد الخطه باش تلصق فيك. اقتنع باللي ان البنت بنت الناس. في الصباح غيفيق غيقول الام ديالو سيره امي عند السيده، راه البنت قبلات. نفس الطريقه الام مسكينه ما غتقول والو لانها اصلا باغا الولد ديالها يتزوج، كتمشي عند ديك المراه صاحبتها وكيمشيو عند ديك السيده، السلام شربوا اتاي يضحكوا. هبطت البنت قالت لهم انا قابله، ما حاولوش يحكروا علاش ما قبلتيش، شحال هادي ودابا قبلتي، صافي سدوا الموضوع، فوقاش نديروا الخطوبه ها فوقاش تلاقاو ها فوقاش. داكشي اللي كان سرعوا الامور. الاخ ديال خالد قال له شوف ها هو السطح الفوق، بني واحد البيت وكوزينه، ولا بني غا بيت ودوش والكوزينه اجي نطيبوا كاملين في السفلي والامور الحمد لله غتيسر لك. قال لهم لا صافي انا غادي ندير ان شاء الله بيت وكوزينه وطواليت في السطح، وغنحاول نبريباري الامور ديالي وما يكون الخير باذن الله. داكشي اللي كان جهز الامور ديالو في مده ديال 4 شهور، جاب الزوجه ديالو سكينه للدار وبداو مرحله ديال الحب. والصراحه في الاول كان كيقول لها انا ما كنبغيكش ولكن كتعجبيني، وهي كذلك، لكن بالتعامل والطيبوبه ديال خالد وزد عليها داك الحب ديال سكينه اللي بدا من جديد، لان الزواج هو مرحله ديال الحب بالنسبه لهم. ولا كيمشي يخدم كيجي كيخرج هو وياها ولا كيعيش السعاده معاها. حتى لواحد النهار جاي من الخدمه خالد وكيشوف المراه ديالو سكينه كتألم وكتحس بالحريق، كيقول لها مالكي؟ كتقول له كنحس بشي نغزات القلب ديالي مزيريني بزاف، صراحه كنحس براسي باللي غتوقع لي شي حاجه. تقول لها ما يكون على الخير ان شاء الله، غدا ان شاء الله نمشيو للطبيب. كتقول له شوف هاد النغزات هادو راه ديجا كانوا عندي شحال هادي واحد 3 سنين و4 سنين، ولكن دابا حاليا كيجوني بواحد الحده اللي كنحس براسي انني قد نموت. جا الصباح هز مرتو مشاو للطبيب، داروا الاناليز ديالهم، جا الدكتور قال لها شوف يا بنت الناس انت عندك مشكله في القلب ديالك، وداك الصميم ديال القلب راه مخنوق بزاف وراه خصك ديري عمليه اقرب وقت. هز المراه ديالو وكالماها قال لها شوفي ما تبرصيش راسك، ان شاء الله غنمشيو لطبيب واحد اخر وغادي نشوف. الزوجه ديال الاخ ديال خالد قالت لهم راه اصلا خويا راه ساكن في الرباط، سيروا الرباط دوزوا تمايا، راه كاينين الكلينيكات وكاينين بزاف ديال المصحات كبار تمايا غتيسر الامور وتما يقدروا يقولوا لكم شنو كاين. داكشي اللي كان مشى لمدينه الرباط هو والزوجه ديالو سكينه، جلسوا عند دوك الناس، مشاو للطبيب، دخلوا، جا الدكتور اللي هو بروفيسور وقال له شوفي خصك ديري عمليه في اقرب وقت. قال له صافي يا دكتور شكرا. هبطوا لاكاي، قال لها شحال اختي العمليه؟ قالت له 19 مليون. ايه 19 مليون،
وهذا الشيء في التسعينات والثمانينات. تيشوف فيها تيقول لها اختي راه بزاف، تقول له هذا الشيء اللي كاين. كيشوف في المراه ديالو تيقول له شوفي ان شاء الله الفلوس غنقلبوا عليهم، انت باذن الله غتداواي وغتنسي اي مشكل غادي يطرا ان شاء الله. رجع الناظور هو اصلا ما فاهم والو، مشى عند الاخ ديالو قال له شوف راه الطبيب قال لنا 19 مليون العمليه، انا راه ما عندي والو، عندي واحد 7000 درهم اللي كتجمع، ولكن الله غالب. اخ ديالو الكبير قال له تا انا راه عندي واحد 5000 درهم اللي كاينه. مشى عند الاخت ديالو سولت راجلها عطاه 1 المليون، بمعنى انه عنده 2 المليون. عمامو كلهم صمكوا عليه. اللي مشى عنده تيقول له راه اسمح لي وراه ما عنديش، راه انا مولا وليدات وهذه بدا كيفكر خالد شنو غادي يدير، والزوجه ديالو خصها عمليه في اقرب وقت ولا تقد تموت. الاخ ديالو قال له شوف عندي لك واحد الحل واخا يضرني انا، جيب شي شريك معايا في المحل نقسم معاه المحل، ديك السلعه اللي غادي تبيع في الحق ديالك راه غتجيك 9 مليون. بدا كيقلب خالد على شي واحد اللي يدخل معاه شريك مع الاخ ديالو. مشى عند العائله حتى شي واحد ما بغى، حتى لقى واحد ولد خالته قال له صافي اصلا من العائله وفي نفس الوقت غيدخلوا للمحل ما يوقعش واحد المشكل. عطاه ديك 9 مليون ولات عنده 11 مليون. مشى عند السمسار قال له راه عندي واحد البيت وكوزينه في السطح، شوف لي شي واحد يشريها. اغلبيه الناس اللي كيجيو يحاولوا يشوفوا الدار ما كتعجبهمش لان البيت صغيره والكوزينه وهذه ما دخلهمش. حتى جا واحد السيد عطاه 5 المليون، شدا مسكين خالد وبدا كيحاول انه يمشي عند الناس اللي كيعرف، هل يعطيه 2000 درهم هل يعطيه 3000، حتى جمع 19 مليون. هز مرتو ومشى كيجري الرباط. دخلوا لاكاي جلسوا كيسينوا النوبه ديالهم حتى غيجلس واحد الشيباني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما كشريف كتبكي؟ قال له راه عاد ماتت المراه ديالي دابا، وراه صراحه هاد الناس هادو ضحكوا علينا وتفلاو علينا، دابا 3 ديال لي زوبيراسيون وما نجحتش العمليه وتوفات. فاش؟ القلب هاد الناس هادو راه نصابه. الا كنتي باغي تجي دير عمليه هنايا ديال القلب، قالوا لا راه مرتي اللي. قال له شوف ننصحك سير في حالاتك، هادو راه نصابه وكيبغيو غير الفلوس. دابا راني داخل معاهم في 30 مليون ومرتي مسكينه متوفات، ودابا انا غنتابعهم ان شاء الله. وبدا كيشوف خالد، شد مرتو في يديها وقال لها يلا نخرجوا بحالاتنا، لو ديك البركه ديال الفلوس وقصد الناظور. مشى عند خوه وبدا كيعاود له. الناس اللي دارين به كينصحوه، يقولوا له سير عند واحد رئيس الجماعه من العائله ديالكم، ودابا راه كاينين انتخابات، حاول انه يخرج لك الباسبور انت ومرتك وسير لاسبانيا، راه كاينين تما كلينيكات غيعاونوكم غير ب 10 المليون وتسكنوا تما وتقادوا الدواء والامور كلشي تما رخيص. خالد طاحت عليه ديك الفكره وعجباتو. مشى عندك رئيس الجماعه قال له صافي كون هاني، باسبورات ديالك غادي يخرجوا. للعلم الباسبورات شحال هادي اللي عنده باسبور يمكن له يمشي لاوروبا في التسعينات الثمانينات، لان الباسبورات كانوا صعيبين باش يخرجوا، شي يعطوك الفيزا وما يعطوكش الباسبور في ديك المرحله. المهم وعدوا، ولكن للاسف داز شهرين على هذه القضيه والزوجه ديالو غتولي في خطر والباسبورات ما خرجوش. الحل الوحيد هو انه يبارطاجي المعلومه، تيجلس مع الناس كيعاود لهم الى لقاو له شي حل. حتى لواحد النهار جالس في واحد القهوه ما عليه ما به وكيتعاود مع صاحبه، دار واحد الدري قال له خالد لاباس عليك بخير، واش انت اللي كنتي كتعاود هاد ليستوار للدري؟ قال له قال له خويا قريتي معايا وكنتي انسان طيب وهادي. خالد عارف داك الدريب اللي انه بزناز وكيدير التهريب ديال الحشيش لاوروبا ومخربقها ومن ديك الوقيته خالد بينه وبينه السلام اصلا كيبعد منه. قال له خالد اخويا الا بغيتي تمشي لاسبانيا راه نديك، ولكن نديك بالفونطوم. شاف فيه قال له كيفاش الفونطوم؟ قال له نديك مع السلعه ديالي لوجه الله لانك بقيتي فيا، واصلا تما في اوروبا راه غيزربوا على المراه ويقدوا كاع يعطيوكم الاقامه تما يتعاونوا معكم، لان تما راه كاينين جمعيات وهذه. شاف فيه الطريق وقال له شكرا اخويا نور الدين الله يحفظك، انا غنشوف. نور الدين ما باغيش يمشي معاه. اولا السلعه ديالو فيها المشاكل، يهرب الحشيش، زيد عليها ان المراه ديالو ما خصوش يديها مع الرجال تمايا. مشى عند واحد الفقيه وقالها له صاحبه، عاود له القصه، قال له راه السيد جا عندي، قال له انت ماشي سوق ياك غادي يديك وغادي يحاول انك تتداوى، ما عندك ما دير، ركب معاه واسكت وسير الامور ديالك، لان ما لقيتيش الحل في المغرب،
الحل هو انك تحرق. تلاقى داك السيد نور الدين قالها له، قال له خويا نور الدين صافي، مشى قالها لمرتو، مشى قالها لخوه، قال له شوف الفلوس غنخليهم عندك، ان فوا نص الصبليون غتعطيهم لذاك الدري اللي عنده ريستو في واحد المدينه كاينه في اسبانيا تمايا، معروف هو ريفي مود المدينه، ولكن معروف تما كيعرفوه الدراري اللي كيمشيو لاسبانيا، معروف تمايا. داكشي اللي كان اتفق مع نور الدين باللي انه غادي يجي لواحد البلاصه بغى يهزوه الدراري، جاب مرتو، جاب الصاك ديالو، دوك الدوايات ديالها، اي حاجه عندها علاقه بالطبيب دارها في الدوسي، لواه بواحد الميكا، ضربها بالسكوتش، شكرها في الشكاره ومشاو. جات واحد الطوموبيله سولهم، قال لهم واش نتوما مع نور الدين؟ قال لا طلعوا وداهم الفونطوم. دوك ثلاثه ديال الدراري اللي كيهزوا الحشيش وكيحطوه ما هضروش مع نور الدين واحترموا المراه ديالو، ما شافوش كاع فيها. نوضوا الفونطوم وقالوا له شوف ها انتم اللور، حداو راسكم، زير راسك لان غنتيريو. طريق كامله ما كاينش اللي يهضر معاه ولا شاف له في مرته. 45 دقيقه كيلقى راسو في اسبانيا. تيقولوا الدري شوف راه كاين واحد الدري سميتو عادل راه غيتلاقاكم من الجهه الاخرى، راه اصلا وصاه نور الدين، راه من العائله ديالو وغيوصلكم للوطيل. ركبوا السلام خويا كي داير بخير، قالوا لنا بلاصه في الناظور، قالوا انا راه الناظور. بقى غادي بهم داك الدري بالطوموبيل، بدا كيعاود له خالد، قال له في خبارك راه في خباري كلشي، نور الدين راه عاود لي باللي نتايا راه باغي دير اوبيراسيون للمدام ديالك، ويا راه اوروبا فيها وفيها وفيها، قال له غنعطيك واحد العنوان ديال واحد الكلينيك هو يوصل لك لوطيل. قال له خويا خالد راه لوطيل على حسابي، مقطع لك 3 ايام ولا 4 ايام على حسابي، خذ راحتك، واصلا هنا في اسبانيا ما يخليوكش تدخل اللي ما عندكش باسبور، انا كنعرفهم ووصيتهم، المهم ارتاح مع راسك دوش، وها هي النمره ديال الفيكس ديالي الا خاصك شي حاجه مرحبا. مشى داك عادل بحالاتو، دخل خالد ومرتو لذاك لوطيل، دوزو النهار الاول. النهار الثاني عطاهم واحد العنوان ديال واحد السبيطار تمايا، مشاو داروا الكشوفات، اتفقوا باللي ان الفلوس، اتفقوا باللي ان الفلوس ديال العلاج وديال المرافقه، المهم ديك 19 مليون 20 مليون صنع على خوه. قال له صافي اعطي الفلوس للعائله ديال داك صاحبنا باش نجي ناخذهم عنده تمايا في الريستو. اتفق معاه، مشى قال له باللي راه الامانه راه وصلات، عافاك عطيني الامانه ديالي. بدا كيحاول انه يقاد له الفلوس ديك الريستو. واقفين واحد جوج مغاربه تمايا، واحد كيفهم الريفيه وواحد ما كيفهمهاش، جالسين كيسمعوا انهم تيتحاسبوا. وصل معاه لديك البركه ديال الفلوس، لواها خالد في واحد الميكا. خالد غادي يخرج من ديك الريستو، فاتا بواحد 1000 مترو وهما يوقفوا عليه دوك الجوج. هذاك الدري اللي تيهضر بالريفيه كيهضر مع خالد بالريفيه، وتيقيسوا في الكرش ديالو بالموس، وتيقول له ارى الميكا، ارى الميكا، ارى الميكا. والاخر حاضي الناس واش جايين. خالد فلوس العمليه هادوك شانق عليهم، وتيقول له تيهضر معاه بالريفيه وكيرغبوا، تيقول له راه غندير لوبيراسيون الله يرحم الوالدين، راه غندير لوبيراسيون. تيقول له عطيني الفلوس. خالد ما بغاش يطلق الفلوس حتى لواحد الساعه. صاحبنا تيقيسوا الكرش ديالو حتى تحلات شويه الكرش. خالد شاف الدم تخلع، عطاهم الفلوس ومشى. الطريق كامله هو كيبكي، كيقول الفلوس مشاو، كي غادي ندير لوبيراسيون، كي غادي ندير لهادي، كي غادي ندير لهادي، كي غادي ندير لهادي. ومشى عند المراه ديالو وحاول انه يقنعها. قالت له شوف انت درتي اللي عليك، الا بغيت الموت نموت هنايا في اسبانيا، انا كنصحك ما ترجعش للمغرب، ولا بغى ربي يعطيني واحد العمر واحد اخر ونبقى معاك ونرجعوا انا وياك للمغرب، هادشي اللي بغيت. خالد ديك الليله ما بغاش يجي الناس، مرتو كتقول له على الشيطان داكشي راه بيدين الله، الا مكتب لي نموت راه غنموت، ما مكتبليش نموت راه غنبقى على قيد الحياه. النهار كامل هو كيتقلب بلاصتو كيفكر من غيجيب الفلوس تسرقوا. الحل الوحيد هو انه غيمشي للكلينيك عاوتاني ويبقى يبكي عليهم. بقى كيبكي عليهم، قال له شوف ما عندك لا اوراق لا والو، ما يمكن حتى شي جمعيه تضامن معاك. الحل الوحيد سير شوف شي محسنين من المغاربه ولا شي محسن اسباني يعاونك وجي. حنا اصلا ما كنقول لك لا اوراق لا والو، لان حاله انسانيه كتدخل المراه ديالك عادي، ولكن باش تقول الفلوس ما كاينينش هذه ما نضمنوها. لان ديك المرحله باش تعرفوا اخوتي، اسبانيا راه ما كانش شي دوله اقتصاديا قويه في البدايه ديال التسعينات، 95 97. اسبانيا عاد تتقاعد بشويه بشويه ولا توصل للاقتصاد ديال فرنسا واقتصاد ديال مثلا الانجليز، لان ديك المرحله كانت تعتبر اسبانيا دوله شويه اقتصاد ديالها ميت. المهم ما عليناش، خالد مده السيمانه هو كيخربق وكيجي يمشي لهنا ويجي لهنا ويقلب على الجمعيات ويمشي للجوامع اللي هما قلال ديك الوقيته، حتى غيتفكر باللي ان واحد السيد سميتو عادل
عطاه الكارت فيزيت، صون عليه ما جاوبوش. عاوتاني دازت واحد الساعه، صون عليه بالفيكس ما جاوبوش. ضربات واحد 10 الليل، هبط للوطيل، شد النمره عاوتاني هو يجاوبو. الو شكون معايا؟ قال له معاك خالد، السيد اللي ركبتيه من جهه البحر من طرف نور الدين صاحبك وديتينا للوطيل. قال له عرفتك. قال له مدرا شنو درتي مازال؟ قال له اش نقول لك، الفلوس راه تسرقوا ليا، سرقوهم من واحد جوج مغاربه، انا دابا راني تالف. الا كتعرف شي محسنين الله يرحم لك الوالدين قولها ليا. قال له صافي ويقطع عليه. خالد ما عجبوش الحال، نعس بالفقصه عاوتاني. جا الصباح هو يلقى داك الدري عادل بالطوموبيله مرسيدس واقفه قدام لوطيل، وهو يقول له اجي عندي، خلي المراه ديالك في لوطيل واجي عندي. ركب معاه، قال له صافي بالنسبه للوبيراسيون انا نتكلف بها، ولكن قول لي هادو اللي سرقوا لك كيفاش دايرين. قال له سرقوا لي الفلوس واحد الريستو ديال واحد الريفي ديالنا نيت من الدوار ديالنا، وهذاك اللي جلساني نيت راه ريفي كيضرب الريفيه وضربني هنايا باللحم ديالي، هو يوريه الضربه. قال له شوف فلوسك غادي يكونوا عندك من هنا 15 اليوم. عرفت انا فين كاين هذا الريستو هذا، وغالبا عرفت هاد الجوج هادو شفاره اصلا كنعرفهم، وغنشدهم وندقدقهم. كون هاني صاحبنا بزناز. داكشي اللي كان. مشى معاهم للوطيل، هزوا له حويجات، مشاو للكلينيك، دفعوا الدوسي ديالهم، سنا داك السيد عادل الورقه، عطاهم الفلوس وبدات لوبيراسيون. داك عادل مشى يقلب لهم على الفلوس، وداكشي اللي كان. لقى دوك صحابنا ونتف منه ما شويه، لقاهم خسروا الفلوس رغم العصا رغم اي حاجه والو. جاب له واحد 20,000 درهم، قال له ها هي، المهم راه هذوك شديتهم عطيتهم قتله د العصا، انت تكونسونطرا مع لوبيراسيون ديال مرتك. الحمد لله العمليه نجحات. مده ديال 15 يوم وهي في الكلينيك، واكلين ناعسين وفرحانين، والمراه ديالو ولات كتحس براسها كتنفس وكترتاح. وفي نفس الوقت خالد كيمشي يقلب على خدمه، مره يخدم في الفلاحه، مره يخدم يغسل المواعن تمايا في اسبانيا. المهم هي فوقاش دوز ديك الشهرين ديالها وتداوى ونرجعوا للمغرب. سبحان الله برات 100%، والعلاج ديالها في مده ديال شهرين تقاد. بدا كيفكر كيفاش عاوتاني غادي يمشي، تواصل مع الاخ ديالو، تواصل مع نور الدين باش مين يبغي يجيب السلعه من اسبانيا يعاودوا يردوا للمغرب. اتفقوا على واحد الوقيته نفس الطريقه، تفاهم معاه، هزو عادي حطو جهه البحر، سلم عليه قال له الله يرحم لك الوالدين، شكرا على لو جيست اللي درتي معنا وما ننساش الخير ديالك، واي حاجه بغيتيها في المغرب مرحبا. ركبوه الدراري ونفس الطريقه، حتى شي واحد ما شاف فيه لا في مرتو، وصلوه حطوه، مشى نيشان عاوتاني لبلاصتو. جا للدار فرحانين به ديك الليله، كل شي فرحان لان المدام ديالو برات. المهم الام ماشي مشكل راه ولدها هذاك، لكن الاخ ديالو عنده بيت، والبيت ديال الام ديالو. خالد ومرتو خرجوا، الام بدات كتنعس في الصالون وهما بداو تينعسوا تمايا على اساس انهم يقلبوا على خدمه. لكن خالد اتفق مع راسو بلي انه خصو يرجع لاسبانيا. اسبانيا هي اللي غتحاول انها ترد له الفلوس ديالو، لان الا بقى هنايا غادي يمرض نفسيا. المحل اللي كان خدام فيه وكان نص ديالو ما بقاش، الدار اللي كانت الفوق ديالو تباعت. المهم اهم حاجه هي ان مرتي تداوات. اتفق معها باللي انها غتمشي لدارهم وهو غادي يمشي لاسبانيا يخدم على راسو، والوقيته اللي غادي يقاد فيها الامور غادي يعاود يرجع للمغرب ويبدا حياته من جديد. هو ما كانش كيفكر بلي انه غادي يبقى في اسبانيا، قال مع راسو غادي نضرب واحد 3 سنين نجمع واحد البركه، ثمن ارض ودويره ومحل ونرجع بحالاتي. اتفقوا، الامور الحمد لله ميسره. اتفق مع واحد السيد وصلوا عاوتاني لاسبانيا وبدا الخدمه من جديد، كيخربق من هنا ويخربق من هنا ويخربق من هنا حتى غادي يرجع الخدمه ديال بواه. شنو هي انه كيمشي يقلب على اي حاجه قديمه كيشدها وكيعاود يبيعها. ولا خالد ما محتاجش البيرمي ولا شي حاجه، لان الشريك ديالو اللي كيعاونوا في هذا الشيء عنده البيرمي وما محتاجش حتى الاوراق، كل شيء عنده بالكاش. كيشد ديك البركه د الفلوس كيديها لواحد السيد كيصيفطها لمرتو وشويه كيصيفطوا لمو اخوه، خدام مرتاح امور مزيانه اللهم لك الحمد. كيشد السلعه من هنا يحطها من هنا، حتى لواحد النهار كتصوني عليه اختو وكتقول له راه خويا راه ولا استاذ في مدينه طنجه، وراه امي وبا اتفقوا بلي انهم غيمشيو معاه لمدينه طنجه. اش بالك راجلي؟ قال لا ما عندي ما نقول لك، الا بغيتي تمشي مع والديك مرحبا سيري، بغيتي تسكني مع خوتي امي سيري الله يسخر عليك ما عندي ما نقول لك. قلت له صافي شنو غادي دير؟
خليني نمشي مع الوالده ديالي والوالد ديالي لطنجه نسكن معاهم، وفي نفس الوقت احنا ان شاء الله على ما تكاد الامور ديالك وسير الله يسخر. خالد مسكين كان تيثيق في مرتو، البركه اللي كيجمعها كيصيفطها للمغرب عند مرتو تجمعها له باش من يجي يدير المشروع. واحد النهاريات مرتو غتصل به غتقول له راه خويا راه شرا واحد الارض راه كيبني فيها، الا بغيتي حتى حنا نشريو واحد الارض ونبنيو باش من نجي تلقى الامور ديالك. ضرب العام الاول صيفط له فلوس الارض، ضرب العام الثاني صيفط له عاوتاني فلوس البني، وبدا كيصيفط اي حاجه قالتها له بغات تشريها كيصيفطها له. مثلا الا قالت له راه كاين واحد المحل ديال البيع والشراء بغيت نشريه راه دايرها 10 المليون، كيتقاتل المده ديال 5 شهور 4 شهور كيجمعها باش ما كان ويصيفطها له، وتقول له يا حبي ان شاء الله من توصل للمغرب وتجي باذن الله نبدلوا الكتابه بسميتك، بلاص انا الدار تكون بسميتي تولي بسميتك نتايا. خالد ما مسوقش لانه كيقول مع راسو 4 سنين 3 سنين هي الاخرى باش نعاود نمشي للبلاد ونديماري من جديد، لان اسبانيا ماشي ديالي، بلاد الكفار كيف كان كيقول هو شحال هادي. مهم خالد الامور ديالو الحمد لله ميسره، ساكن مع الدراري تما في السكن الجماعي يخلص لي باي ديالو، حتى لواحد النهار كيهضر مع خوه كيقول له راه واحد البرا جاتنا يمكن من عند الدوله، قال له حلها عاود صون عليه. قال له راه البرا جات من المحكمه باللي ان الزوجه ديالك طلقاتك وهذا الشيء اللي كاين. تقول له عاود شنو قلتي؟ تقول له راه مرتك راه طلقاتك غيابيا، لانك دابا حاليا مده ديال 3 سنين مشيتي يمكن دفعات الطلاق وبلا خبارك. قال له واش انت حمق؟ صون عليها. قالت له لا ما درت انا والو. قال له واش بصح؟ قالت له انا ما درت لك والو، انا اصلا ما عارفه والو ما درت والو، راك عارفني كيفاش نطلب الطلاق وانا اصلا عايشه معاكم مرتاح. عاود كيصوني عليه خوه تيقول له راه مرتك راه دفعات الطلاق راه مشيت سولت. كيصوني على مرتو ما كتجاوبش، المره الثانيه كيصوني عاوتاني الفيكس ما كتجاوبش، كيحاول انه يلقى شي استفسار مع راسو بالناس، كيعاود القصه ديالو للناس تيقول له شوف راه ضربك تران، لان المراه نهار الاول ما مشيتي دفعت النفقه بلي انها ما كتشداش وبدات بالعاني كتعمر، وكل نهار كتمشي ديكلاري بلي انك انت غبرتي وما كتعطيهاش حقها وانسان اصلا ما كاينش. وعرفات بلي ان البراوات مره نتوما كتقراوهم لان عندكم واحد ساكن الفوق وواحد كاريلو لتحت، البرا ما كتوصلش وكيجيوك الانذارات وهذه وغالبا هذا الشيء اللي غتكون دير ولا مصيفطه شي واحد كيهز البراوات فوق ما كيجي مول السيد اللي مكلف بالبرا كيحطها، كيجي شي واحد كيهزها وكيقطعها، والله اعلم هذا الشيء اللي كاين. خالد بدا يشد في راسو وكيفكر شنو غادي يدير. انا هاد السيده حياتي بدلتها من اجلها، اصلا كانت مريضه بالقلب وعاونتها وبديت من جديد على قبلها، واصلا انا كنت غادي نجي ونقولها بلي الدار غنخليها مكتوبه بسميتك. بزاف ديال الحاجات القلب ديالو زير ولا هو مسكين اللي القلب ديالو كيحرقو. قال انطلاقا من غدا ان شاء الله خصني نمشي للمغرب. لقى اي واحد، لقى واحد صاحبنا عنده جيت سكي بالوساطه، داه دخلوا لمدينه الناظور، هبط مشى كيجري عند خوه قال له وريني الورقه، خشاها في جيبو مشى لطنجه. تيقلب على الدار لقى الدار دق عليها، خرج خوها قال لهم نتوما الصبايا الشفاره نصبتوا عليا وهذه ويقول له شوف نقول لك جوج حاجات، سير في حالك، الا مشاو جاو البوليس راه غيعتقلوك بالنفقه وغيعتقلوك بلي انك درتي. سير في حالاتك. تما الناس تجمعوا ومسكين خالد بدا يحيد في حوايجو تما وكيغوت، وعباد الله هاد الناس راه داو لي داري وداو لي رزقي، وبدا كيغوت الناس يقولوا يمكن هذا حمق. هاد العائله مده ديال 3 سنين وهي ساكنه هنايا، ما سمعنا منهم غير الصداع. ولدهم معروف استاذ كيقري في الحومه حتى هو درويش، بداو كيجريو عليه، ها اللي كيدفعوه ها اللي كيغوت عليه وبحال الهبيل. خرج قدام المحطه وبقى جالس تمايا بحال الحمق كيقول شنو طرا ليا، انا ما درت والو، شوف الدنيا كيتقلبات عليا، هاد السيده عطيتها حياتي وقفت معاها، داكشي اللي كنت كنصيفطو ما كنت كنصيفطو لامي، كنت كنحاول انها نصيفط لها الفلوس باش تجمعهم ليا، اش الثاني واش انا كنحلم. وكيغوت على راسو بدا كيتيه تما في طنجه بحال الهبيل وما قدش يرجع. النهار الاول كيمشي للمحطه، النهار الثاني كذلك، النهار الثالث، النهار الرابع، تقريبا مده ديال 15 يوم غير كيفكر كيفاش تنصبت عليا. الشيطان تيقول له سير شي جنويه وسينها تخرج وخشيها فيها، الشيطان تيقول له
سير دخل على خوها للمدرسه ويذبحوا قدام الناس كيف دار لك وحقرك. فهم باللي ان ربي عطاه رساله باللي ان هاد السيده هذه كون بقى معاها وكان غيكون شي مشكل كبير من هذا. خالد بدا يهضر بوحدو بحال شي حماق تما في المحطه ديال طنجه، ولا ياكل في الصباح ولا غد ليه في الصباح يعاود عاوتاني ياكل. صيام المتقطع، لان العقل ديالو هو انتقام، ومره يهضر بوحدو. دوز مده ديال 20 عام. داز واحد الدري من الكليان ديالو شحال هادي في الناظور، شافو قال له خالد، قال له واش خالد الناظور؟ قال له واش تاكل لهنايا؟ قال له في خبارك هادي واحد 3 ايام دزت من هنايا وشتك وكنقول هو ماشي هو. خبارك دابا انت شنو غيوقع لك الا بقيتي هنايا؟ غتولي كدير لا دروك في طنجه، غتولي كتاكل شي حاجه اللي ماشي هي ديك. راه الحل الوحيد هي انك تمشي بحال هذاك الناظور. بدا كيشوف فيه خالد، قال له انا ما حمق ما والو، انا راه عندي مشكله ديال لو شوك، انا تشوكيت نفسيا، صدماتني مرتي. شد له في يديه، ركبوه في الموتور ديالو وداه للظهر، دوش لبس الحوايج وبدا يتكالما. قال له هاد العبد هذا كنت في اسبانيا 3 سنين وانا كنصيفط لمرتي الفلوس، ودابا لقيت راسي مطلقاني هذه 3 سنين وكنصيفط لها الفلوس. قال له كيفاش المحكمه؟ المحكمه قالت باللي انني مشيت غيابيا وهربت عليها ومن حقها تشد الطلاق لانني هربت، وهذا الشيء وقفوا معاها عائلتها والكذوب والمحاميين والرشوه حتى داو لي رزقي وداو لي كلشي. قال له شوف خالد انت تصدمتي، والحياه بعض المرات الصدمه كتعاونك. شدو وركبوا في الطاكسي، داه موراها شدو في الكار، وصل الناظور شافت امه بدات كتبكي كتقول لي خالد 3 سنين وانت في الغربه، ونهار بغيتي تجي مشيتي لطنجه وخليتي امك. بدا كيبكي حتى هو وكيبوس راسها. تيقول لها امي تغدرت، كتقول له اقسم بالله ودي ما خبرنا شي حاجه، حنا كون جاتنا برا كون قلناها لك. البرا الاخرانيه اللي شافها خوك راه صيفطها لك وقال لك راه شنو كاين. لا امي لا يعقل، باش انا 3 سنين امي وانا مطلقها وحتى شي برا ما جات للدار، راه حشومه عليكم علاش ما قلتوها لياش؟ ولدي والله ما في خبارنا. السيد دخل في واحد المرحله ديال الاكتئاب، تيمشي للمحال يقص حدا خوه تمايا ويبقى يشوف في الناس سلام بخير كي داير، ولكن ماشي حمق، مريض نفسيا، تبرزط الضغوطات. حتى واحد النهار جالس في القهوه وتلقى واحد الدري، هاد الدري جمال حتى هو في ميم جينيراسيون ديال ديك البنت سكينه اللي تزوج بها. قال له اخويا راه نعاود لك واحد الحاجه وكنت باغي نقول لك اخويا خالد، ولكن كيصحابني باللي انك عارف، تا عرفت باللي انك طلقاتك ودات لك رزقك. هذيك السيده اصلا بنت الحرام مجرمه، هذيك راه كانت تتصاحب مع واحد الدري تمايا الحومه وكان مبلي. وانا عارفك اخويا خالد انسان طيب ودرويش وما كنتيش تخرج بزاف المحال، دار المحال، الجامع، الحياه كتبغي تجرب راسك وتحاول انك تقلب عليها وتشوف. حنا ملي كنشوفوك غادي معاها قلنا صافي دارت عقلها وعاودت لك على القصه ديالها وقبلتيها وتزوجتي بها، ومبقيناش نحكروا ونعاودوا. قال له بالعكس اخويا نقول لك الحقيقه، انا جات عندي هي قالت لي راه طاحت بالبيكالا ووقع لها شي مشكل وما قداش حتى شي واحد يخطبها. قال له كذبات عليك اصاحبي، انا براسي كنت كنشوفو هز معاه فوطه ومهبطه جهه الجرده وكيطلعوا مع السا ديال العشيه. السيده اصلا كانت ماشي هي هذه. قال له ما علينا نسى الموضوع. قهوه حط له قهوه بدا يضحك. خالد حتى هو بدا تينسى الموضوع بشويه حتى جا عنده واحد الدري سميتو سعيد صاحبه. قال له انت غتبقى جالس كتبقى قدام خوك تمايا بالاكتئاب ديالك، شويه كتمشي للدار كتبقى مبرز امك، اجي تبقى تسافر معايا انايا. قال له فاش نمشي؟ قال لك عارف خدمتي انايا، انا كنبيع داكشي ديال الفيراي، البياس ديال الطوموبيل، الموتور ديال الطوموبيل، البواطه، مرايه، اي واحد بغى شي حاجه في المغرب عندي انايا. قال له تبقى تمشي معايا وتسارى ومنها ندبر عليك. بصح خالد ولا كيمشي معاه لكازا، كيشوف مثلا واحد بغى موتور كبير ديال مرسيدس، كيجيبو بديك الطوموبيله ديالو كيحطها، صاحبو كياخذ 12 مليون 10 مليون تيخشيها في جيبو، تيشد واحد 300 درهم 400 درهم تيعطيها لخالد، تيقول هادي ديالك. تيمشي معاه عاوتاني لمراكش، واحد مثلا بغى بواطه اوتوماتيك ديال مثلا مرسيدس ولا بي ام، تيمشي معاه تياخذ الامور ديالو تيخشيها في جيبو، الامور ميسره عند خالد، ولا كيشم من ريحه التجاره لان صاحبو زعمو. ويقول صاحبو في ديك المده ديال 9 شهور اللي دخل معاه في الخدمه، قال له بغيت نقول لك واحد الحاجه وما ديرهاش مني قلت الصوت. قال له خويا سعيد انا بغيت
دخلت انا ندير شويه ديال التجاره، راني جمعت شي كابيتال. قال له على الراس والعين اخويا، بالعكس نشري لك طوموبيل وسير دير لي الكوميرسياليزاسيون، قلب لي على الميكانيكا اللي باغي الماطر، باغي الطوموبيله، باغي المرايه، باغي اي حاجه. هبط للسالميه لكازا، شد النقاط، شد النوامر، المهم سير خدم على راسك. بدا كيهبط خالد لطنجه، عندك الميكانيك وكيحاول انه يدفع لهم كارت فيزيت، يقول لهم لا خاصكم اي حاجه من لافيراي نجيبها لكم، ليموزين، الهامر، اي طوموبيل عندكم في عقلكم نجيب لكم البياس ديالها. داكشي اللي كان. الدراري ديال طنجه تيغوتوا، راه كاينه واحد الاودي كيو 5، راه شنو كيقولوا كاينه بق، كيجيب له السلعه بق، كيربح 3000 درهم 4000 درهم، ولا كيدير راس المال خالد، ولا كيتعرف في المغرب، ولاو الكليان كيصونيو عليه، كيلقى لهم البياسه، الا ما لقاش عنده كيمشي عند سعيد، الا ما لقاش عند سعيد كيمشي عند صحابو. وراكم عارفين الدخله ديال المليليه ديك الوقيته كان الرواج، كاين اي طوموبيله بغيتي البياس ديالها كتطلع المليليه كتلقاها، ولا الدراري ديال المليليه معروفين فيها. ولا خالد كيربح اكثر من خوه، كيقول لخوه اجي تخدم معايا راه فيها الفلوس، يقول لا خليني في بقالت، الا بغيتي دير شي حاجه شري واحد المحل، كيعطي لخوه الفلوس، تيقول له انت شري داك المحل وعمره، دير فيه ساكا ولا دير فيه شي حاجه. ولا تيصرف على خوه وتيصرف على مو، والامور الحمد لله بدات كتيسر له ماديا. حتى لواحد الوقيته جا عنده واحد صاحبه وقال له راه عندي واحد ولد عمتي ميكانيكي واعر وقاري داك الشيء بالعلم، اي طوموبيله قاده، وراه اقترح عليا الا كتعرف شي واحد عنده محل. قال له هدا فين كيسكن هو؟ قال له في طنجه. قال له انا ندير معاه واحد الحاجه، انا نجهز له المحل، خالد هذا اللي كيهضر، نجهز له المحل وندخل معاه شريك، واي طوموبيله بغى البياسه ديالها انا نوجدها له. داك الشيء اللي كان. مشى عند صاحبنا لطنجه، جلس معاه، مشاو شراو المحل، بداو الخدمه، والحمد لله الاخر حتى هو حرايفي، يجيو الخدامه، يجيو الحديد الكبير، يقلبوا على الماتيريال. بقى خالد على هذا الحال حتى لواحد النهار داخل مع 12 الليل الناظور، دخل للدار، سلم على امو، باس لها راسها، تقول له في اخبارك؟ قال لها شنو؟ قال لها البارح. قالت له البارح صونات عليا امي سكينه. شاف فيها قال لها، قالت له شوف راه سكينه توفات. قال لها كيفاش توفات؟ المهم هادشي اللي كاين. قالت لك المسامحه، وراه بقات تبكي عليا امها، وقالت لك ظلمنا الولد. قال لامو شوفي الله يرحمها، وانا ما نسامحها لا دنيا لا اخره، هي اللي عذبتني في حياتي، انا ديك السيده ما عمري ما نسامح لها الا لا بغى الله يسامح لها داك جهدي. خالد مشى بكل بروده لبيت النعاس، ونعس مع راسو، فاق في الصباح بدا الخدمه ديالو عاديه، لان السيده ظلماتو وكذبات عليه وترهطات عليه ودات له رزقه. خالد بدا بشويه بشويه كيدير المحلات، دار المحل دي ميكانيك في الناظور، دار في طنجه، دار في تطوان، دار في الرباط، ولا تيقلب على الحريفيه كيدخل معاهم، لان عرف بلي انا الماتيريال عنده الخام، عنده اي حاجه بغاها بنادم، موتور، بواطه، اي حاجه كاينه عنده. حتى واحد النهار جاي دخل المحل ديالو ديال طنجه اللي كبير، جلس هو يلقى واحد البورش تبارك الله اخر ما كاين. دخل لقى واحد البنت جالسه محترمه، مشى عند داك المتعلم قال له فين هو حميد هو داك الحريفي اللي خدام معاه اللي شاد المحل. قال له راه مشى لهنا وغيجي تيشوف واحد البياسه ويجي. قال له ديك السيده راه عاد هبط ديباناج الطوموبيله ديالها، وصراحه ما هضرات معنا ما والو. قالت لي واش كاين المعلم؟ قلت لها راه ما كاينش صافي، وجلسات. ويمشي مع عندها خالد، السلام عليكم، لاباس اختي؟ بخير، انا هو المعلم. بخير، عافاك اخويا، انا كنت غادا في لوطوروط وكسريت مزيان في الطوموبيل، وبديت كنسمع واحد الساعه الطوموبيل كتخنق بوحدها، واحد الساعه عاوتاني كسريت لانني خفت يقيسني شي واحد من اللور، وانا نشوف الطوموبيل سكتات وطلعت الدخان. شد في يديه خالد وقال لها رجعتي الموتور. ديك الوقيته مين كتكسيري والموتور تيقول لك انا ما باغيش نكسيري، كون حبستي ودرتي اليمين، يلا دابا المهم حنا غنشوفوا، غيجي الدري ويقول لك شنو كاين. داكشي اللي كان. جا الدري قال ديك الكلام اللي قال خالد، قال الموتور راه تضرب اختي. وقلت له شنو الحل؟ قال راه كاين موتور كيدير 14 مليون. قلت له خويا راه 14 مليون غاليه. قال اختي هانتي سيري شوفي في الجديد، وداك الثمن اللي قال لك نقسم منه 60% واجي نبيع لك. داكشي اللي كان. مشات البنت، داكشي اللي كان. البنت اتصلت بالاخ ديالها ولا ما عرفت شي واحد بالتليفون، بدات كتهضر معاه حتى غتجي عنده غتقول له صافي هاقدي. خالد جالس في البيرو يدخل عنده البنت، قالت له عافاك ها هي الكارت فيزيت ديالي، وراه غيجي عندك واحد السيد هو اللي غادي ياخذ الطوموبيل وغيجيب لك الفلوس.
المهم غا قول لي فوقاش غادي. قال لها شوفي من هنا 3 ايام تكون الطوموبيله واجده. قلت له انا راه بنت كازا ودابا. قال لا بغيتي نعطيك شي طوموبيله سيري بها. قلت له لا ماشي مشكل، انا غنمشي في التران حتى نقضي الغرض ديالي. داكشي اللي كان. السيده مشات، هو المتعلم تيجي تيجري عند خالد، تيوريه واحد الكموسه بحال داكشي ديال السحر. قال له ديرها لقيتها في الطوموبيله ديك السيده. شويه عاوتاني مشى هو يجيب له التصويره متقوبه بالشوكه ومكتوب فيها داك الطلامات وداكشي ديال السحر وداكشي ديال الخيطانوس. كسيده 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 لقى السيده داير بها داكشي ديال الشعوذه وداكشي ديال، لقى تقريبا شي 5 ديال الحاجات، شدهم دارهم في الكتاب وقال للمعلم السيده من تبغي تجي تجيب تاخذ الطوموبيله ديالها صوني عليا نجي. السيده ما جاتش، جا داك السيد اللي خدام عندها هز الطوموبيله خلص الفلوس. السيد اتصل به قال له راه ما جاتش. قال له اش ما قلتي ليش؟ قال له راه ما جاتش السيده. المهم هو يتفكر باللي خالد انه عنده كارت فيزيت ديالها، صون عليها قال لها السلام عليكم اختي، انا معك الدري خالد الميكانيك اللي عنده المحل. اختي راه بغيت نقول لك واحد الحاجه، واش بغي نقول لك في التليفون؟ قلت له صافي غنقول. قال لها اختي راه لقيت شي سحر عندك في الطوموبيل وراه بغيت نقولها لك، انت ما بغيتش نقولها للدري اللي صيفطتي لنا باش ما الا كنتي عارفه شي حاجه ولا شي حاجه. قلت له شنو غادي دير انا جايه. السيده باش جاي باش ضاح جلست معاه في القهوه، جبد لها الكتاب جبد لها السحر، ها هو هادشي ديالك 4 ديال البياسات. كتبكي كتقول لهم اخويا هاد الناس بغاو يقتلوني بغاو يعذبوني، ندمت حتى انا تزوج بولدهم، رغم ان ولدهم الله يرحمه من اطيب خلق الله، لكن هاد الناس بغاو يدمروا لي بنتي، بغاو يدمروني انا. ما فهمت انا هاد الناس شنو دار لهم. والله العلي العظيم الى راجلي مسكين من نهار مشينا للانجليز وجينا هو كيفكر في خوتو، كيحاول انه يلقي خوتو ويتهلا في خوتو وما طامعين فينا. انا اصلا ما كنت كنقول والو لراجلي. انا عاود لك، انا تعرفت على راجلي هذه واحد 12 عام، كنت خدامه في واحد الوكاله ديال الصفار. جا عندي قال لي بغيت نقطع تشيكيه ليا ولمي ولبا يجيو عندي الانجليز. راجلي ديك الساعه كان كبير شويه في العمر، كان عنده 55 عام، وكان ديك الساعه تزوج واحد القاوريه وما بقاش. وانا مي جات تقيد عندي الامور ديالها وجاو عندي ب3. مو شافتني وعجبتها وبقات لاصقاني، كتقول ديك البنت تزوج بها، ديك البنت تزوج بها، ديك البنت تزوج بها، حتى واحد النهار جا عندي وبدا كيقترح عليا بلي انه باغي يتزوج بيا. بصراحه انا باغا، ولكن والديا ما يقدوش يبغيو لان العمر شويه كبير عليا. بصراحه ما كبيناش فيك انسان طيب الله يعمرها سلعه. وداك الشيء اللي كاين تزوجنا ومشينا للانجليز، ولقيت راجلي تبارك الله لاباس عليه وعنده مشاريع وشركات كبار. حتى لواحد النهار اقترحنا انا وياه بلي اننا نرجعوا للمغرب وندخلوا في عالم ديال العقار. اي حاجه كيديرها يكتبها بسميتي. كنقول له لا، يقول لي لا انت عندك البنت الدوله بغات غدا يجيو خوتي يخرجوكم من الدار ويخرجوا بنتي من الدار. كتب لي فيلا، كتب لي فيرما، وحتى المشاريع البساط اللي عنده كتبهم لي. بدا كيشوف وفاش شاكه. صراحه انا شاكه في عائلته، وعائلته هما اللي برزطوني في حياتي. بدا خليل تيعاود لا على القصه ديالو بطريقه او باخرى، لقى راسو كيعاود على مرته الله يرحمها، وكيعاود كيفاش تعداو عليه وكيفاش عانى معاها وعاونها حتى هي تاثرات. قالت له هاد السيده دي درتي معاها كل شيء وفي الاخر سمحات فيك. قال لا اصلا من تما علاقتي مع المراه ما اصلا ما باغيش نتزوج. هذه مده ديال 10 سنين باش تفك المشكل. انا اصلا دابا حاليا كنفكرها في راسي. السيده عجبها خالد لا بكلامه لا بشخصيته القويه، ولاو كيحاولوا انهم يتواصلوا ابيل. هي كتسول فيه هو كيسول فيها، هي كتسول فيه هو كيسول فيها، حتى لواحد الوقيته قالت له راني بغيت نبيع البورش ديالي، عافاك شوف لي شي كليان. قال لها صافي. في مده ديال السيمانه شاف لها الكليان تكاتبوا بغات تعطيه 1 مليون. قال لها واش انت حمقى؟ انا اصلا الحمد لله الامور ميسره ليا اللهم لك الحمد، وانت راه فلوسك هذيك. انا ملي جيتي عندي للمحل وبعت لك الموطور راه بعت لك الموطور، درت خدمتي. اما هذا راه جيست بيناتناش صافي. السيده ولات كتصور له تصاور هي وبنتها، تقول له بلي حنا مشينا للمارشي، حنا درنا هادي، حنا درنا هادي، حتى لواحد لقيتها. خالد القلب ديالو بدا كيفتح، يقول بلي ان البنت زوينه وظريفه والله يعمرها دار وبرزقها، بمعنى انها ما تطمع فيها ما نطمع فيها. بدا كيتقرب لها وجا واحد النهار قال لها شوفي يا بنت الناس راكي عجباني وبغيتك للزواج وكنظن بلي انا كنبغيك. السيده سكتات، خلات له الميساج وما جاوباتوش. صون عليها قالت له صافي، ولكن حاجه واحده اللي نشرط عليك هي بنتي بغيتك ديرها بحال بنتك وعافاك.
الا كنتي ما غديرهاش غير من دابا نتفارقوا ونتهناو باش ماشي حتى نبغيك وتبغيني ونوليو في واحد المرحله وتبقى تقول لي بنتك ما بنتك. لا شوفي اش بنتك هي بنتي، وايه الا قدر الله وتزوجنا راه غتكون بنتك هي بنتي. تزوجوا وبصح. خالد في ديك المرحله كيتهلا في بنته اللي هي بنت مرته، كيعتبرها بحال بنته. لكن مرته ما قالتلوش واحد السر، ما قالتلوش باللي ان راجلها مقاول ديال العقار وعنده 2 مشاريع، واحد مبني كتبيع فيه وواحد داخل في المحكمه لان الورثه باغين انه مازال ما تكتب بسميت الشركه ديال بنته ومرته. قال لها باللي اي حاجه بغاوها خوتو عطيها لهم، اي حاجه مكتوبه بسميتك خليها صافي ونعيشوا حياتنا. خالد بدا كيحاول انه يعاون ديك السيده رغم انه ياخذش فلوسها. الحمد لله الامور ديالو مسيره وميسره. فهم باللي ان السيد عنده العقارات كبار والسيد كيلعب بالملايير وبالملايين ديال السنتيمات. نهار لا نهار كيتعرف بلي ان الفلوس كاينه بزاف وكيحاول انه يدخل هو ومرته في مشاريع. مثلا هو يجيب 100 مليون هي تجيب 100 مليون ويدخلوا في مشروع. مثلا هي عندها واحد 400 مليون غير جالسه يشدها وينفيستيها ويدير لها واحد راس المال، ودائما في اطار الحق لان هذاك رزقها ورزق بنتها. حتى لهنا تقدرت الحلقه ديالنا الخوت. نتمنى ان القصه تكون عجبتكم، ولا عجبتكم الحلقه بارطاجيوها مع خوتكم وحبابكم وصحابكم، وما تنساوش لي كومونتير اخوت، لي كومونتير الزوينين ديالكم كيعجبني نقراهم. اي حاجه عندك في عقلك ولا خصوصا الا كان انتقاد، كان نوع من المحبه، كان نوع من المعلومه نستافدوا. شكرا لكم بزاف، راني كنقرا لكم لي كومونتير كاملين وكندير لايك. المهم اخوتي اي واحد بغى يعبر على شي حاجه كتبها في لي كومونتير وانا على يقين غنقراها وغندير لايك. الله يعاونكم، تهلاو في راسكم والله يعاون. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.